قبل اي واحد مدير مؤسسه. والشيء اللي راه يصرى داخل المؤسسه مع الحراس ومع العمال المهنيين. المؤسسه ماهيش مرتكزه لا على التربويين، كاين اسلاك مشتركه وكاين عمال مهنيين، العمود الفقري لهذه المنظومه التربويه. لا للاقصاء لا للاقصاء لا للاقصاء. التلميذ راه قطعه من هاد الناس، راهم يتحملوه من الدخول للمؤسسه، من المحيط. راه اساس المؤسسه راه تلقى خارج المؤسسه ينتظر في الطلبه وفي التلاميذ باش يدخلوا بسلامات ويخرجوا بسلامات. كيفاش اليوم نقصيه نقول له ما راكش مع التربويين، راك مقصى مع اسلاك مشتركه وعمال المهنيين، راك في جهه واحده اخرى. لا كان كيما هاك ديروا شركات استئجاريه، اجروهم خدموا بهم الوقت اللي بغيتو وصلحوهم. هاد ما مصير هاد العمال المهنيين اللي راهم 2006 الى حد الان، وكاين اللي من 1995 وكل واحد محتاج. عوال الامن والوقايه ما مصيرهم هاد الناس. يقعد على طول مديور على كما نقولوا حنايا، كما يقول المثل مكتوب بقلم رصاص، في اي لحظه قال لهم شي مطرقم. هذا عيب وعار. وبالنسبه للجنوب الكبير منحة الامتياز ما راناش نستافدوا منها يا جماعه. هذه تفريقه 100% خاصه بهاد الناس نتاع الجنوب. منحة التعويض هذه منحة الامتياز اللي تعطيه انت من الاجر القاعدي ما يعادل 45 او 50 او 70 او 80 او 100% او 150%. وهذا العمل البسيط او السلك المشترك ما يستفد حتى من 30%. تخلصوا الكهرباء وكيف هو وياه سقف واحد هو وياه تحت شمس واحده، تتخلصوا الكهرباء 50% وهذاك مسكين يمشي يخلص. شحال الشهريه تاعو؟ راه في 2 ملايين ولا 1,800,000 ولا 2 ملايين ونص، وبغا ياكل منها، بغا يخلص منها الضوء، بغا يلبس منها. واش بغا يدير؟ هذه إهانة كبيرة لهاد الناس. ماذا بنا يا جماعة؟ حنا نناشدوا رئيس الجمهورية، هو بنا، هو اللي يحتضننا. من هذا المنبر هذا نناشد رئيس الجمهورية التبور باش يتدخل على مستواه ويخرج لنا بقرار لهذه الفئة، لإنصاف هذه الفئة المحقورة. راه وصل الموصل الأعظم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا العمل البسيط ولا المشترك يا جماعة يمشي للسوق يعيش، ولا يمشي يكسي ولده، ولا يداوي ولده، ولا يخلص الدولة. واش يدير؟ الكهرباء كاين الشهرية تاعو ما تكفيش في الكهرباء في الصيف، في البرد ما عندوش باش يشري فيه حتى لولده باش يدفيه باش يمشي للدراسة. كاين مسكين اللي راه يخرج ولده بلا قهوة وبلا فطور. منين 4 فراك هذه باش دير له في السوق؟ الأسواق ملتهبة، أسعار غالية. وهذا العمل البسيط كيفاش يدير ويقدر يلبي هاد الطلبية تاع الناس نتاع ولادو؟ كي تعطيه انت 4 ملايين تعطيها لهم الشهر السوق يجيبها لك في قفه. اليوم الاسواق ملتهبه، اللحم الناس ما تحلب به كاع باش تاكلوا. فما بالك كان جاتو فاتوره الضو وجاه المرض وجاه يسرط بلا يسكر. او شحال من عامل مسكين وشحال من موظف راه يبكي ليل ونهار مخبي على ولادو. كاين اللي راه فيه الديون. هذه كارثه. انت اليوم الدنيا منحت الامتياز لفلان وفلان، وهذا العمل البسيط مسكين ما يدي منها حتى 30 ولا 40%، وهو اللي محتاج لها. من المفروض تكون من نصيبه هو باش تشجعوا شويه على الاقل باش يتعاون على الزمان نتاعو المعيشه. اليوم المعيشه راهي غلات يا ناس.
اليوم ماشي يشري غير طرف اللحم يقول لك 150 160 الى 200 والكلام. كاين مسكين ملي يضرب الشهر وخوه وخدو ما ياكلش اللحم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا من هذا المنبر ناشد جميع السلطات المعنيه واوكل الله على المشرعين الذين طرح فيهم رئيس الجمهوريه والوزاره ثقتهم الكامله وخانوها وضحوا بهذه الطبقه الكادحه. هذا ظلم كبير نطالبهم امام الله وامام العداله. هاد الناس اللي مشاو كلفهم رئيس الجمهوريه وكلفتهم الوزاره والحكومه باش يديروا تشريعات قانونيه لصالح هذا الموظف، اهانوه اهانه كبيره. هذا ظلم. اليوم رانا نتخبطوا فيه. ونشكر كاع هاد الناس اللي لباو الدعوه وجاو. هذا من اجل من اجل الحقره اللي محسين بها مساكين، حاقرين بها حاسين بها بزاف الى اقصى درجه. كاين شيبان كاين اللي راه تقريبا 25 28 29 سنه وهو على مشارف التقاعد ولكن مازال ماهوش منصف. على هذا الظلم هذا. بالنسبه للترقيات اداريين مساكين مغبونين باش يطلع لك رئيس مكتب ولا رئيس مصلحه يجي التربوي يدخل فيها وهو يقعد مغبون. شكون عطاه هذا الحق رغم ان عنده المؤهلات وعنده الخبره؟ يجي ذاك التربوي اللي مو فاهم فيها ولا هو ينطرح عليه رئيس مصلحه وهذاك مسكين الموظف هو اللي يخدم اللي خدمته ويعطيه. علاه ما ترقي ذاك الموظف اللي عنده مؤهلات نتاعو؟ يا ناس اليوم ما بقاش كيما بكري. اليوم الناس الحمد لله راهي توعات وتحضرت. لا من جانب الشهادات اليوم الحمد لله من العمل البسيط الى اعلى درجه كاع الناس راهي كيف تقريبا على المستويات. الناس اليوم توعات ولكن يا اسفها هذا يوسف كاين اللي ديروا تثمين للشهادات وهذا الموظف ما ديروش تثمين الشهادات سواء كان اداري او سلك مشترك او عامل مهني. هذا اشكال كبير في حق هاد الناس الضعاف هذو. ولكن يا اسفا على يوسف. ولكن احنا من هذا المنبر بحول الله تعالى وقوته نناشد رئيس الجمهورية شخصيا رئيس تبون بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل افتكاك حقوقهم من جانب القانون الأساسي، من جانب الترقيات، من جانب الإدماج، من جانب المردودية ومن ولكل هذا يا سادة والله الشيء اللي أنا أشوفه هاني منكم وإليكم موظف كيما انتم بسيط. الشيء اللي أنا حاسس به محسن قدي وأكثر منه. ولا تقول مش من العمل البسيط ولا من الاداري كيف نفس المعاناه نفس المشاكل ولكن كل واحد على مستواه. محقورين في الترقيه، محقورين في الادماج، محقورين في القوانين والتنظيمات والتعويضات. هذا عيب. واحنا نقولوا عندنا الجزائر امنا والرئيس ابونا لا حمايه لنا دونه. لا مشى منا الوطن ما عندناش وطن ثاني اللي يحضننا، ما عندناش الوطن فوق كل شيء. ماشي قال احنا هادي ولا هادي، احنا قال محبين للوطن ومخلصين ونضحوا بدمائنا والحمد لله اجدودنا وابائنا مجاهدين ومناضلين والتاريخ يشهد على ذلك. التاريخ يشهد على ذلك. ولكن يا اسفات على يوسف، يا اسفا على يوسف يندد
يواصل ويكون ماذا بيا كل الناس الحقوق نتاعها، واي انسان يطالب بصح هو كيحط الثقه في ناس، كان ناس راهي تخون الثقه نتاعو، تخون الثقه نتاعو من اجل من؟ من اجل من؟ علاش تخون الثقه اللي وضعت فيك؟ انت رئيس الجمهوريه وانا ككل حد بالثقه، لازم الثقه تكون قدها، ما قدها قدم الاستقاله نتاعك، قال عفيني من هذه المهام، لا قدرة لديه بهذا. خلي الناس اللي رجال مخلصين يقدموا ويفعلوا الخير. انت عندك توصيات مش ما قال لك اعطيه من حقه اكثر من حقه، ما قال لك اعطيه دون من حقه، قال لك عندك قانون اساسي، القانون الاساسي وظفه على جميع الناس، جميع الفئات يستفدوا. هذه الان مش فئه الكل بمكيالين وفئه كيل واحد ما كانش. هذا كما نديروها بلا قبتين على واش رايحين. هذا هو الاشكال. وحنا اليوم نوقفوا مازال نوقفوا ونطلب ونكافحوا من اجل حقوقنا المهضومه. حقوق الناس اليوم راهي عيال، راهي تعبت. وماذا بينا من رئيس الجمهورية التدخل العاجل في إنصاف هذه الفئة، سواء بتغيير وتشريعين يدير لنا واحد استدراك اللي بجهم ويعطوهم الحقوق لهذ الناس. كان شيء عمومي قال قطاع التربية، قطاع التربية يكونوا تابعين ليه، قطاع الصحة تابعين ليه، أي قطاع مواليه ليه. حنا نتكلموا على قطاع التربيه، ماذا بينا ما يكونش تفرقه من الامين العام تاع وزاره التربيه حتى الى اخر واحد هو البواب كاع المؤسسه على ظهره، كل مؤسسه على ظهره، كي يخرج المدير ويخرج المختص ويخرجوا الاساتذه والطلبه كاع المؤسسه على ظهرنا في الاحساس مسكين، ولا يتحمل مسؤوليتها. هذه املاك الدوله، هو يتحمل المسؤوليه تاعها، لو قدر الله كاش مصرف فيها اول حاجه تجي فيها التربه، ولكن من اجل الحقوق نتاعو مهضومه. هذا الاداري هذا المسكين اللي راهي هي ويحضر في الوثائق باش تقوم هاد الناس بالواجب نتاعها، شكون راهي هي عليها الارضيه؟ لا من جانب الوثائق الاداريين، لا من جانب تهيئه النظافه العمال المهنيين، لا من جانب الراحه تاع اطعام العمال المهنيين. ولكن كي تجي للحقوق والواجب الحقوق ان قال لك هذا مش حقك، هذا حق التربويين. هل يا ترى هذا التربوي الوحيد اللي يكون في المؤسسه لولا التهيئه والتحضير مسبق من طرف الاداريين والعمال المهنيين؟ هذه اهانه كبيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زيدها هذه زيدها، قول لي هو مشي يصيف وهم قاعدين يخدموا في البرمانون. نسيتها هذه. زيدها السم ولا زيدها باش يسمعها. لا قال لك